السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع منى. يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. متنسوش اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناه لو هتشتركوا، يبقوا فعلوا الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه عندي. النهارده هنعمل الشكشوكه بطريقه سهله وبسيطه وسلسه جدا 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 فوق ما تتخيلوا. مش هحط مقادير، براحتكم. انا جبت دي نص بصلايه كبيره، قطعتها مكعبات كده زي ما احنا شايفين، وشوحتها في شويه سمنه على زيت. يا دوبك خدت يعني دبلت كده، ما خدتش لون، بس يعني شكلها بقى ايه دبلين. دي بصله ابيض على فكره. رحت نازله عليها بطماطم متقطعه مكعبات برضو، ايه يا دوبك كده شوحتها. ورحت نازله عليها بتوم طبعا زي ما تحبوا زي ما تحبوا. اول ما شميت ريحه الثوم رحت نازله بالصلصه. يا اما ننزل بالصلصه اللي هي المتسبكه بتاعتنا العاديه اللي انا يعني بنعملها في البيت كده، يا اما ننزل عليها بصلصه لسه ضاربينها حوالي ربع لتر نص لتر. الكميه دي حلوه عليها قوي. طبعا انا عشان مسبكه الطماطم بتاعتي رحت على طول منزلاها وحط عليها شويه من الميه، وسبتهم على نار هاديه كده ايه يتشكشكوا كده ويستووا مع بعض وكله ياخد من نكهه بعض. وطبعا وانا بشوح الخضار اصلا كنت نازله عليهم بشويه ملح وفلفل بس مش اكتر من كده. خلاص اتشكشكت وبقت الدنيا تمام كده وبقت مظبوطه. رحت نازله ببيضتين وابتديت افتح مكان كده للبياض عشان ينزل تحت. عايزين تكسروا الصفار ده كمان براحتكم، بس هو بيبقى شكل الصفار فيها بيبقى حلو. واول ما يا دوبك كده حسيت انها استوت رحت ايه مغطيه وسايبه حوالي دقيقه، عشان انتوا هتلاقوا الصفار اختفى هنا. بصوا شايفين اهو، على طول. بس ولا اسهل من